مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، وحضراتكم هند فاروق في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة. تابعينا طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي شهد حادث مروع اليوم، حادث تصادم وانقلاب واحتراق سيارات، بينها سيارات ملاكي وميكروباصات وأتوبيسات. الحادث خلف 32 وفاة وما يزيد عن 60 إصابة إلى الآن. جاري حصر أعداد الوفيات والمصابين. تابعينا الحادث وقع بالتحديد بعد كوبري الشجاعة بمنطقة النبارية بمحافظة البحيرة بسبب سوء حالة الطقس والشبورة. هنا يعني حادث مروري ضخم شهدته منطقة النبارية بمحافظة البحيرة اليوم. سيارات وأتوبيسات متفحمة زي ما حضراتكم شايفين. سوء حالة الطقس سببت في وقوع الحادث المروع. ايه؟ اتصور معاه؟ احكي لنا ايه اللي حصل؟ مفيش، احنا كنا ماشيين الصبح. استأذنك تعلي صوتك. احنا كنا ماشيين الصبح وطبعا في شبوره في الطريق، فدخلنا الشبوره فلقينا العربيات عامله حادثه، دخلنا في العربيات دخلت فينا، وبعد كده الاتوبيس انفجر عشان شغال بالغاز الطبيعي على ما اعتقد، ولع في كل العربيات. دي عربيتي اصلا. عربيتك؟ اه دي عربيتي. طبعا مات اكتر من حوالي 40 طفل وراجل وست، فحمهم طبعا، فربنا يعوض علينا. في كم سياره متفحمه تقريبا؟ ايه؟ كم سياره متفحمه تقريبا؟ حوالي حاجه و20 اتوبيس وسياره وميكروباصات. ما هو كله ببعض يعني، اتوبيسين عربيات زي ما حضرتك شوفي، يبقى هنا وهنا يعني بس. الحمد لله ان احنا طلعنا سلام، بس وربنا يرحم اللي مات. ربنا يرحم الجميع. ماشي يا استاذ.
اول يوم العربيه تمشي معايا سريعه النهارده وعمل لها زيت جميله خالص. بسم الله ما شاء الله. تابعينا زي ما حضراتكم شايفين سيارات واتوبيسات متفحمه طريق القاهره اسكندريه الصحراوي. شهد حادث مروري ضخم اليوم. احكي لنا ايه اللي حصل؟ احنا جينا الصبح الساعة 6 لقينا. بستأذنك تعلي صوتك. ايه؟ علي صوتك. انا من عادة صوتك جايين طالعين رايحين الشغل الصبح لقينا العربيات بحالها بتولع ببعضها. الشبوره شبورة. بسبب الشبورة. بسبب الشبورة. دي سبب شبوره. اتوبيسين اول حاجه الاتوبيسين. اول حاجه الصبح الاتوبيسين. هم اللي مولعين قدام مننا. ده الكلام ده من الساعة 5. يعني مش دلوقتي الساعة 5. ايه ده؟ العربية. احكي لنا ايه اللي حصل؟ ايه؟ احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل دي 29 عربية انفجروا مرة واحدة، ولد كل عربية ورا عربية كده لما ولعوا مرة واحدة كده، ما حدش اللي طلع واللي في ناس ولعت زي ما هي. الحمد لله بسيطة برضه. الحمد لله. تابعينا زي ما حضراتكم شايفين ده اتوبيس متفحم بالكامل. تابعينا يعني زي ما قلنا لحضراتكم عدد الوفيات 32 إلى الآن، وعدد المصابين يزيد عن 60، ولسه ما زال الحصر جاري. ده أيضا يعني أتوبيس متفحم. ايه اللي حصل لحضرتك؟ ده حكايه. ايه؟ ايه اللي حصل؟ لا زي ما انت شايفه كده مش ناقصه حكايه. هي حكايه ناقصه. تابعينا منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، شهدت حادث مروري ضخم اليوم. حادث تصادم وانقلاب واحتراق سيارات. السيارات متفحمة زي ما حضراتكم شايفين. يعني حادث مروع شهدوا طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اليوم، ويخلف 32 وفاة وأكثر من 60 إصابة إلى الآن. تابعينا، هنكون في بث مباشر مع حضراتكم بعد قليل. ابقوا معنا.